وكنشكروها بزاف على الاستجابه ديالنا استدعيناها وجات عندنا، وكنشكروا الحضور ديال الطاقم التقني. احنا الحمد لله ولله الحمد ما كناش كنحلموا بهذا الشيء اللي تعطانا هنا في الحي الحافه. كنشكروا السيد الوالي مشكور، وكنشكروا الشركه اللي قامت هنايا بهذا العمل الجبار، وكنشكروا حتى التقنيين قسم التقني اللي عطى هذا التصميم هذا لهذا الحي هذا اللي هو ما كان حي مهمش من كل شيء ديالو. المسائل ديالو كانت يعني غامضه، كان شعرونا بالترحيل، شعروا بهذا، ولكن الحمد لله ولله الحمد تم الترميم. هذا الترميم اللي تم بواحد التقنيات كبيره وكبيره جدا. احنا الحمد لله يمكن الاستطلاع على هذا المشروع اللي شرفوا عليه المهندسين اللي هما مباشرة مع السيد الوالي، المهندسين الله يجازيهم بخير اللي هما مباشرة زيادة والنقصان كتكون مع السيد الوالي. السيد الوالي كيستعجب من المهندسين هنايا في هذه الحالة هذه سهروا على هذا المشروع ليل ونهار، كيجوا في الليل وكيجوا بالنهار لاجل باش يلبيو الطلبات ديال السيد الوالي وهذه الساكنه اللي هي هنايا. شنو اللي بقى هنايا؟ بقات هنايا واحد القضيه واحده هي اللي بقات، هي المشروع باقي حول الانجاز باش يكمل. بداو بواحد العمل، المهندسين عطاو واحد التقنيه ديالهم لاجل باش يكاليو هذوك الساكنات اللي هما بقاو معلقين في الهواء. تمت الدراسه على هذيك المشروع، تمت المصادقه عليه، تعطى المارشي بعد الشركه هنايا باش تبدا في العمل. الكاميونيس دخلوا لهنايا، كيدخلوا ديك السلعه اللي هي بحال الحجار، بحال القرابه، بحال الرمل، بحال هذا. وصل المسائل ديالهم وصلت مغلوطه للسيد الوالي حتى تقلق السيد الوالي. قالوا له بان ديك الحي اللي انت مشرف عليه وراه هما كيدخلوا الردمه تما، كيفرغوا الردمه على الكازو، كيفرغوا الردمه على هذا. لا ما كيفرغوش الردمه، دخلوا الاليات اللي هي غتخدم ديك الديار اللي بقاو معلقين. هذوك الديار اللي بقاو معلقين خصنا، واش المهندس عطى التصميم ديالو كيقول لك بان هذا الديار كيشكلوا الخطوره، راه هما في الخطر، ولا غادي نتبعوا حنايا اللي خدم الكازو على 3 المترو ديال الردمه، هبط الردمه دقه بالكودي ديال الماكينه، جا طلق عليها 2 كيلو تراب وكيقول عباد الله هاد الشركه غتخسر لي الكازو، غتخسر هذا. لا، هذاك الكازو منزل على الردمه 3 طن د الماء ما كتسقيش مترو ديال الكازو. وانا كنقولها بالجار، وكنطلب منكم تجيو وتشوفوا اما الشركه اللي دخلت لاجل باش تعمل له الفوال باش تكالي على الديار اللي هما بقاو معلقين في الهواء، راه هذيك بالتقنيات ديال المهندس. وشكرا للمهندس وشكرا حتى اللي عطاه المشروع. نقدروا نكملوا الكلمه ديالنا على المشروع اللي تم هنايا. هو هذا 3 الشكايات اللي كنا حطينا للسيد الوالي بالخصوص على هذا المتعاضى كمجرد غابه. مثلا كيفاش حنا كنتوجدوا في طنجه الكبرى وهنايا هذه البلعه ديال القصاب، العواد، الواد بخرار وشرف الله قدركم هود علينا من فوق يخرج هنا. هذا عملنا 3 الشكايات. السيد الوالي استجابنا الله يجازيه بخير مشكور. عطاو المشروع الشركه ملي جات لنا هنايا يعني زولت التصميم الاولي اللي عطاو المهندسين باش يتخدم هنا، خصو يتخدم بالفوال والودان ديالو، هو تخدم بالحجار. هذا الحجار هذا انا ما كنضمن لهمش هذاك التراب اللي كان هنايا فعو تيهزوه ويخرجوه، وطلعوه من فوقها. هو جبل د التراب هنا منزل على الحجره. هذاك الجبل د التراب دابا النهار اللي غيوقع الشتا ويشيخ ويهوذ غيقلب هذا الكابيون، وغادي كنا في مشكل، غنصبحوا في مشاكل. ولهذا كنطلبوا منهم ينقصوا من هذا التراب اللي هو منزل هنا من فوق. هذا التراب هذا الشعبه هذه خصها تم الانتاج ديالها. هذاك الواد هاد الناس هادو تنازلوا على تقريبا 4 المترو
ما هضر معهم السيد الوالي، هذا الشرفاء ديال دار ضمانه، تنازلوا على 4 المترو لاجل باش يجوزوا لهم الواد الحار يشاركوا ليه. الواد الحار ديالهم كيهود من هنايا، تهرس لهم ولا الله اعلم، وينقوا لهم هذا الموطع هذا الموطع هذا كانت تراب هنا، هزوها وردوهم فوق. الشركه اللي خدمت هذا الكابيون، هذيك الشركه ما خصهاش تنزل هذا التراب هنايا. السنات البروجي مع الولايه خصها تتحمل المسؤوليه ديالها وتحترم المعيار اللي سناته مع الولايه. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس جمعيه حي الحافه وواحد من ساكن هذا الحي. كما كتشوفوا هذه الاصلاحات الجديده اللي استبشر بها الجميع واللي كان وراءها السيد الوالي المهديه والسلطات المحليه. الحي كما كتعرفوا كان قبل كان مهمش، كان مجموعه من الاشياء كانت ناقصه. الحمد لله الان تمت الجماليه ديالو وتمت الاصلاحات على احسن ما يرام من جميع النواحي، من حيث البنيه التحتيه، من حيث الطلاء، الصباغه، اصلاح المباني، البيبان، النوافذ، المزهريات، الانوار. الحمد لله الساكنه كامله كتشكر السيد الوالي وكتشكر جميع اللي ساهم في هذه العمليه، من عمال، من مستخدمين، من الاسفل الى الاعلى، لا نستثني اي احد. بوجود الوالي الحمد لله كل شيء تجند موراه. سعد الله عليك. بوجود الوالي كل شيء تجند موراه من سلطات محليه وعمال، والحمد لله الحي دابا الان في المراحل الاخيره ديال التهيئه. ناقصه بعض الاشياء ان شاء الله كنطلبوا من السلطات المحليه اللي تدخل باش تكمل الحفله ويكمل الجماليه ديال الحي. وشكرا جزيلا على هذه الالتفاته ديالكم الجديده المساء. شكرا جزيلا على هذه الالتفاته لهذا الحي، والسلام عليكم. وعليكم. الحمد لله على هذه الالتفاته، حتى ولو كانت في الحلم ما كانتش تتحقق، ولكن الشكر كل الشكر للطريق اللي تعدلت في الكورنيش، هي اللي عطات النظره لهذه المنطقه اللي هي كانت مهجوره. لولا هذا الطريق الكورنيش لما كان هذا الاصلاح هنايا، وهذه الواجهه هي اللي حيات هذه الجهه هذه. وشكرا جزيلا على النوايا الحسنه اللي ارتقبت من هذه المنطقه وهذه الساكنه. اليوم كانوا واخا في الحلم ما كانش يتحقق. الشكر الجزيل للعاملين وعلى الناس المسؤولين على هذه المنطقه هذه وحياوها، الله يعطيهم الصحه والعافيه. وكنتمنوا من السكان يحافظوا على هذه الجماليه وهذا الشيء، حتى المساهمه السكان حتى هو عندهم دور كبير باش يحافظوا على هذه النقاء وهذه النظافه وهذا المجهود الجبار. هذا ماشي سهل هذا العمل اللي قايمين به. شكرا جزيلا والسلام عليكم. سيدي مرحبا بكم، الله يجازيكم بخير. هذا الشيء اللي عملته زعما في المستوى. الحافه كانت ما فيها ما يتشاف صراحه، لا رجعت غزاله. يبقى الشكر للجلاله، الله ينصرو ويعزو ويعافيه ويعطيه ربي صحه جيده. الوالي اللي هو ممثل ديال صاحب الجلاله اللي شرف على هذا المشروع. الله يا سيدي. السلطه المحليه اللي هي والرجال المساكين اللي كيتعبوا والشركه اللي خدمتها هي الله يجازيكم بخير كاملين. والله اللي كيعمل شي عمل الخير كامل الله يقام معاه في الدنيا وفي الاخره. الله يجازيكم بخير.